الآن تشاهد هذا الفيديو على قناة وثائقيات الجزائر المحروسة. يمكنك الآن متابعة كل ما نقدمه بمجرد الضغط على زر الاشتراك. المعلق الجزائري عادل خلو يرد بقوة على المعلق التونسي عصام الشوالي الذي قال أثناء تعليقه على مباراة الجزائر-مصر بأن مصر هي من علمت الجزائريين بعد الاستقلال اللغة العربية والدين الإسلامي، في استفزاز واضح وفاضح للجزائريين منذ الدقائق الأولى للمباراة، وكأنه تعمد ذلك ردا على المعلق الجزائري حفيظ دراج. ولكن القارئين للتاريخ يذكرون استقلال الجزائر والدور المصري في نشر اللغة العربية وتعليم الدين الإسلامي في الجزائر. ولكن المعلق الجزائري عادل خلو، وهو للإشارة إعلامي وإطار من إطارات الدولة الجزائرية وليس مجرد معلق كعصام الشوالي الذي لا نعرف حتى مستواه الدراسي. نعم، الإعلامي عادل خلو رد عليه بكلمات جد قوية بعد تعدي عصام الشوالي الخطوط الحمراء، وجعل من نفسه مؤرخ وكاتب للتاريخ، ويا ليته قال كلام الصواب هذا المدعو الشوالي. وهذا نص ما قاله الإعلامي الجزائري عادل خلو: بخطى متثاقلة تمشي الأقدام إلى الكأس لتواجه الجميع وليس هروبا من أحد، وفي أفلام الأكشن قد يلتقي البطلان مبكرا، والمشهد الأخير للفيلم هو أحلى نهاية الأجمل أن تجمعنا الثوابت. فأجمل نشيد قوته في قسما التي كتبها في السجن ابن غرداية شاعر الثورة في 1945 بلغة عربية راقية يصعب فهمها حتى على أفصح المتكلمين وبائعي الكلام، وأحلى ما فيه لحنه الذي مزكه الفنان المصري الرائع محمد فوزي: شكرا للجزائر، شكرا مصر، وتحيا الجماهير الجزائرية. بدوها بالأمس الله أكبر أبو تريكة. كأن بالأمس أبرعت الجزائر في الكتابة وتفننت مصر في اللحن وغير ذلك، فهو كورال نشاز صاحبه إما لا يتقن قراءة التاريخ أو لا يملك أذنا موسيقية في خضم ذلك. في خضم ذلك لا ننسى أننا نملك رابع أفضل مدرب في العالم لسنة 2021. ما الذي فعلت يا بالماضي؟ لقد فضحت من سبقوك ومن تجاهلوك ومن قزموك ومن كلفوا بصيانة ملعبك، وحتى سوق عكاظ للبلاغة الكروية صار يعج بصبية يتباهون في كسب البوز أو الرقص واشطيح بمحارم الضغينة، وما تخفي صدورهم أكبر. هنيئا لنا بالماضي، وهنيئا لنا بالجزائر، وهنيئا لنا بكل من قال فيه العلامة ابن بديس: من كان يبغي ودنا فعلى الكرامة والرحب، أما من بغى ذلنا فله المهانة والحرب. الجزائر كقارورة بيبسي، عليك أن تشرب منها دون خضها حتى تستمتع فلا تنقمع. وللحديث بقية. فعلتموها وأي فعل الله على بلد صنع الأبطال، صنع الثوار. الله يا شعب، كيف لك أن تفرح في يوم الفرحة؟ كيف لك أن تفرح في يوم السعادة؟ كيف لك أن تقول كلمة العمر في ليلة العمر؟ أعزائنا المتابعين، قناتكم وثائقيات الجزائر المحروسة تسعى وتجتهد دائما في سبيل إشباع شغفكم المعرفي، وعليه وحتى نلبي أكبر قدر من شغفكم للمعلومة يشرفنا أن تقترحوا علينا المواضيع التي تريدون منا أن ننشرها لكم. خدمتكم غايتنا.